لو انت عميل بنك اتش اس بي سي غالبا هيبيعك. لا، هيبيعك بفلوس، مش بهزر والله. مجموعة اتش اس بي سي العالمية بتراجع وجودها في السوق المصري وبتفكر انها تبيع قطاع التجزئة بالكامل. 23 اكتوبر اللي فات بنك اتش اس بي سي العالمي قال ان هو بيعمل مراجعة استراتيجية لفرعه في مصر، وده بلغة البنوك يعني هو بيدرس كل الاختيارات، يكمل، يقلص، يبيع. والكلام هنا على قطاع التجزئة المصرفية، يعني الخدمات اللي تخص الافراد انا وحضرتك كده، زي الحسابات، القروض، الكروت، حتى الفروع. بس طبعا الكلام مش على قطاع الشركات الكبيرة. طيب هو ليه البنك بيعمل كده اصلا؟ بص، هي المجموعة بتعمل ترتيب لاولوياتها في العالم كله، مش في مصر بس، والاسواق اللي فيها اعلى عائد هي اللي واخدة اهتمامهم. ومصر رغم انها سوق كبير ومهم، الا ان المنافسة فيه اصبحت عالية جدا، وتكاليف التشغيل تعتبر ضخمة بالنسبة للوضع اللي هم بيفكروا ان هم يعملوه. وبالتبعية اتش اس بي سي بيفكر هل يكمل ولا يسيب الساحة لحد تاني. طب لو قرر ان هو يبيع، مين اللي ممكن يشيل؟ بصراحة في احتمالات كبيرة طبعا. اول احتمال بنك مصري كبير زي سي اي بي، ابو ظبي الاول فرع مصر، حاجة زي كده يعني، تعمل استحواذ على النشاطات بتاعته. وفي اختيار تاني ان مجموعة خليجية تقرر انها تدخل السوق المصري. ما هو الاستثمار في مصر يعتبر مغري طبعا، بس الموضوع كله هيتوقف على سعر الشراء اللي هيبقى طالبه اتش اس بي سي. وخد بالك في احتمال ثالث، ان اتش اس بي سي ما يخرجش اصلا، لكن ان هو يقلص وجوده ويتوجه اكتر ناحية البنوك الرقمية، والتركيز الاساسي اللي هو كده كده ناوي يكمل فيه قطاع الشركات. طبعا انت قاعد بتقول ها خلص انا هيحصل معايا ايه دلوقتي؟ بص، حسابك انت في اتش اس بي سي اكيد مش في خطر. اي صفقه بيع لازم طبعا تعدي على البنك المركزي المصري الاول، وحقوق العملاء محفوظه في النهايه، يعني البنك المركزي في ظهرك كده كده. لكن لو البيع بالفعل حصل، هتلاقي بقى بعض العروض اللي انت كنت بتتمتع بيها هتتغير، كذلك الرسوم او حتى طريقه التعامل مع البنك. ما هو انت كده هتبقى مع بنك تاني، فالافضل ان انت تتابع الاعلانات الرسميه اللي بيطلقها اتش اس بي سي. ده على مستوى الافراد. طب بالنسبه بقى لمستوى السوق المصري نفسه، خروج بنك زي ده ممكن ياثر علينا في ايه؟ اكيد طبعا في جانب سلبي. مع كل ما في بنوك اجنبيه يعني في منافسه اكبر، يبقى العروض اللي احنا بنتمتع بيها هتبقى احسن، وكذلك الخدمات المختلفه. فلما البنوك دي تطلع طبيعي جدا ان هيبقى في نوع من المونوبولي. طب بالنسبه للجانب الايجابي بقى، اكيد طبعا هيفسح المجال لبنوك مصريه انها تبتدي تكبر وتتوسع وتبتدي تاخد مكان افضل من اللي هم فيه. لكن السؤال الحقيقي مش مين اللي هيشتري اتش اس بي سي، السؤال الحقيقي هل السوق المصري داخل على مرحله اعاده توزيع الادوار بين اللاعبين الكبار، ولا ده موضوع خاص ب اتش اس بي سي بس وخلاص على كده؟